مساء الفل وأهلا بيكم. تبدأ الحلقة في بيت عبد الحكيم. كرم جايب مشتري للوكالة، لكن الحقيقة هو اللي هيشتريها مش الراجل اللي جايبه، ومحدش يعرف طبعا الكلام ده. وعماد وشوقي بقى عايزين يبيعوها لأبو الخير علشان قال لهم إنه هيدفع ضعف أي مشتري، لكن كرم مصمم إنها تتباع للراجل اللي تبعه حتى لو بالخسارة، لأن هو اللي هيشتري. بيقول لهم مستحيل أبو الخير يشتريها، أبوكوا لو فاق من الغيبوبة وعارف ممكن يروح فيها. أما مريم بقى بتفاجئهم إنها رافضة لأن عندها مشتري، ولما سألوها مين قالت لهم جمال هو اللي هيشتريها. مريم بقى قررت تنتقم من كل اللي ظلمها وتجيب حقها بنفسها وتظهر الحقيقة للكل. بتفهم جمال إنها هترجع له وتتجوزه، وبشروط يدفع تكاليف عملية أبوها من غير ما أي حد يعرف، وكمان يشتري الوكالة ويكتبها باسمها، وبرضه ما يقولش لأي حد إن هي باسمها. يديها بقى الفيلا تعيش فيها هي وبناتها. في نفس الوقت بتتفق مع المحامي بتاعه عليه وبتفهمه إنها موافقة إنها تتجوزه بشرط إنه يجيب لها حقها من جمال. وبتعرف جمال حقيقة أخته إن هي اللي خربت بيتهم وبعتت لها قسيمة جواز مراته الجديدة. جمال اتفاجئ، عمره ما توقع إن أخته هي اللي ممكن تخرب بيته. الأهم من كل ده بقى إنها هتوصل للسر اللي مخبيه كرم عن الكل، إنه سرق الشحنة. وصلت لمين بقى؟ المحاسب اللي أخوها طرده واتهمه بالسرقة، وبتعرف منه إن كرم كان بيسرق طول الوقت من الوكالة. مش بس كده، ده في أتواب قماش كتيرة جدا ما كانش بتتباع جوه الوكالة وكان بيطلعها من بره لمكان تاني. ده غير بقى الحاجات الكتيرة قوي اللي كانت بتتباع في المحافظات ومحدش يعرف عنها أي حاجة غير كرم وبس. وطلبت منه بقى إنه يراقبه وكمان يراقب أبو الخير علشان تعرف بالظبط الشحنة دي مين اللي سرقها وراحت فين. مش بس كده، دي كمان طلبت منه يعرف القماش الأتواب اللي كانت بتتاخد بره الوكالة دي كانت بتتخزن فين، وفي اللحظة دي هتوصل للمكان اللي مخزن فيه البضاعة المسروقة طبعا وتكشفه قدام الكل. وأهم حاجة إنها تظهر براءتها برضو قدام إخواتها وقدام كل اللي اتهمها ظلم. ودي هتبقى أهم أحداث الحلقة 27.